وبركة ومرحبا بكل مشاهدي الكرام في هذا البث المباشر. اللاعبين ياسين جبيره، معاذ كرمون، اسماعيل سيمبار الماني، حذيفه الحساني، محمد رضواني. طالب تحقيق نتيجه الى اخر المباراه اكيد غتكون جميله بين الفريقين. الجيش الملكي غيدخل بالمجموعه الثانيه، مهدي بن عبيد في حراسه المرمى، باقي لاعبي الماء والرياحيه لصالح فريق المغرب التطواني. هذه فرصه والهدف، هدف اول لفائده فريق المغرب التطواني. باية بدايه لهذا اللقاء ولهذا المباراه. تبادل المحاوله، كان هناك خطا على مستوى ابعاد الكره، تصل الكره لبابا انصاباجي، ما زاد ما نقص، سدد الكره بكل قوه، يضع الكره في شباك الحارس المهدي بن عبيد، معلنا عن اولى الاهداف ديال هذه المباراه. قلت بايجابيه، ترفع الكره زكريا الارضي، تدخل الدفاع، هذه فرصه العربي ناجي يسدد ولكن الكره مشات فوق المرمى. والدوري الاحترافي نتابع هذه الفرصه الراسيه، وصلت الكره للعربي ناجي، خد الكره بالصدر يسدد. هذه محاوله امين زحزوح بالجهه اليسرى، زحزوح دائما محتفظ بالكره، زحزوح رفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه مرة جانبا. وكان بامكان الجيش الملكي تسجيل هدف. نتابع الراسيه، ما مشاتش بعيد على القائم الايمن لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. رابع حريمات، لاحظوا الارتقاء ومحاولات للتسجيل بين الفريقين. نفذ الشرط داخل منطقه الجزاء، الراسيه فرصه خطيره في المغرب التطواني، تدخل وابعاد الكره. تابع من جديد هذه المحاوله، ياسين جبيره لعب الكره بشكل ممتاز، الرضواني وضع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ايمانويل امام العجله لمرمى الحارس مهدي بن عبيد، تدخل بعبيد دائما خطوره، فرصه تسديده تدخل الدفاع، كانت تسديده محرقه الجيش الملكي. طيب بوخرج غادي يعمل، طيب بوخرج امكانيه العرضيه، رفعت الكره في القائم الثاني، وتدخل وابعاد الكره دائما متواصله، فرصه تنزل الوقت اللي لاحظوا التمريره ديال طيب بوخريس، رفع الكره، تدخل لياسين محيح، ثم امين زحزوح يسدد ولكن التسديده ديالو مشات جانبا، تضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله. تمريرات، تدخل الدفاع دائما خطوره متواصله لفريق المغرب التطواني، محاوله داخل منطقه الجزاء، حكم مطالبه بضربه جزاء، الحكم كان قريب من العمليه. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله، نتابع من جديد دخول داخل منطقه الجزاء، كان تدخل ديال زهير مرور، استرجعوا الكره بسرعه عند اللاعب هلال الفردوسي. هذه فرصه تدخل مهدي بن عبيد، دائما خطوره متواصله، ابعاد الكره داخل منطقه الجزاء، ابعاد الكره بطرف اللاعبين ديال الفريق بعد هدفا كان محققا. نتابع هذا الفرصه وهذه التمريره، بابا انصاباجي خد الكره، سدد قويه في وجه الحارس مهدي بن عبيد، سلامات لمهدي بن عبيد. نتابع هذه الفرصه المحاوله، بابا انصاباجي يعني سدد بكل قوه، لاحظوا ارتطمت بوجه الحارس مهدي بن عبيد، اقرب للتنفيذ في انتظار الصافره ديال الحكم، اعطى التنفيذ، لعبت كره، فرصه هدف تعادل. طارق هذا الهدف من زاويه اخرى ممتازه، يعني وهذا هو اللي قلت مع امين زحزوح، يعني كيلعب بدقه متناهيه، لاحظوا الطريقه باش يلعب الكره، يعني لاعبين الكبار هما اللي كيوضعوا الكره بهذا الشكل فوق يعني حائط الصد بهذا الشكل وبهذه الجماليه. ايمانويل الشموي، ايمانويل غيبحث عن التمريره العرضيه بالفعل، رفعت الكره، دي فرصه راسيه، تدخل اسماعيل سيمبارا، دائما خطوره متواصله، تدخل ياسين امين زحزوح، رفع الكره راسيه، كره مرت جانبا. تابعوا من جديد، امين زحزوح رفع الكره راسيه ممتازه، لاحظوا الشباك فارغه، كل اعتقد بانه هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي، ممتازه الراسيه، لاحظوا الشباك فارغه، لكن العربي 18 إنما فرصه في فريق المغرب التطواني. هذه محاوله، نتابع فرصه داخل منطقه الجزاء، تدخل مهدي بن عبيد في الوقت الحالي الاخرى، استرجاع الكره لانه ابعاد الكره ما كانش بشكل جيد من طرف مهدي بن عبيد، كان فقط عند لاعبي فريق المغرب التطواني، كان هناك وضعيه تسلل العوده من هذا الكرات الثابته اللي دائما كتشكل خطوره. امين زحزوح لعب كره دائريه ممتازه راسيه، فرصه، الكره مرت جانبا. الرابيه نتابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله، زوير مرور، هذه فرصه لفريق الجيش الملكي بواسطه اللاعب علاء الدين اجرى، كان لعب الكره لامين زحزوح يسدد والكره تمر جانبا، كان فوق طريقه ممتازه باش يعني التغطيه وخد الكره، لاحظوا علاء الدين اجرى هنا المراوغه، وصلت الكره لامين زحزوح الذي يسدد، الكره لمست احد المدافعين المغرب التطواني، مشات الكره في جانبنا، حذيفه المحساني، حذيفه التمريره، فرصه رضواني، الهدف، هدف ثاني في فريق المغرب التطواني بواسطه. نتابع مرة أخرى تمريرة في اتجاه لاعب محمد رضواني، نسلم الجميع هنا المراوغة، تمكن من التسديد والكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق المغرب التطواني. نتابع مرة أخرى، لاحظوا المراوغة، ايمانويل حاولوا يبعد ويخرج الكرة ولكن الكرة أبت إلا أن تعانق الشباك.
في الجهه اليسرى احمد حمودان، ايمانويل مشى في الجهه اليسرى، ايمانويل خدا الكره العرضيه دي فرصه تدخل الفيلاني دائما خطوره. طيب بوخريس الحكم كيطلب مواصله اللقاء، اذا الحكم كيطلب يعني مواصله اللقاء وانهاء الجوله الاولى. هنا نتابع الفرصه. طيب بوخريس الحكم اللي اعتبر منه احتكاك عادي. نتابع فرض المحاوله شكلت خطوره. طيب بوخريس كان معه هي الفوزي الحكم حذيفه المحساني، انطلاقه ديال بابا إيزاباتجي. بابا خدا الكره، بابا إيزاباتجي تمريره عند معاد قولوس هذه فرصه تدخل الحكم يكون هناك هدوء نتابع المحاوله. معاد كرمون تدخل ديال امين زحزوح. جابوا المحاوله امين زحزوح انطلاق على مستوى الجهه اليسرى. هذه فرصه لفداء فريق الجيش الملكي، تمريره فرصه تدخل ويحيى الفيلاني. كان فرصه لفداء الفريق. نتابع هذه الفرصه. هذه المحاوله انطلاقه ديال امين زحزوح مشى بسرعه يمرر اتجاه فتح دراف. كان هناك تغطيه، كره تصل للحارس يحيى الفيلاني. الحكم طالب بمواصله اللقاء ولا ما كاينش هناك خطا. معاد قولوس تمكن من التمرير، بابا إيزاباتجي يسدد وضع الكره في الشباك. كان هدف شبيلي في هذا الفريق المغربي التطواني. واحد من انطلاقه ديال طيب بوخريس غادي يحاول يرفع الكره، فرصه راسيه فوق المرمى، الراسيه للعامس. لاحظوا التمريره العرضيه، ارتقاء ديال الربيع حرمات فوق الجميع، ولكن الكره ديالو كتمشي فوق مرمى الحارس. الشرط داخل منطقه الجزاء. امين زحزوح يسدد فرصه، هدف تعادل لفائده فريق في الشباك. نتابع مره اخرى. هنا الراسيه تصل الكره لامين زحزوح في وضعيه صعبه جدا. لاحظوا يعني الطريقه باش تدار مع الكره كما كنقولوا. يسدد تسديده ممتازه، يضع الكره في شباك الحارس يحيى الفيلاني ويعيد مره اخرى فريق الجيش الملكي في اجواء هذه المباراه. هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي. امين من اجل الحارس مهدي بن عبيد لعبت كره ممتازه، تدخل الحارس دائما، خطوره متواصله، راسيه خطوره داخل كيد مستطيل. كره شكلت خطوره واضحه، لعبت مباشره، تدخل الحارس مهدي بن عبيد لبعاد الكره. لاحظوا ارتقاء ديال اكثر من لاعب في الوقت اللي تبدا الزاويه عند لاعب الكحل. الحكم كيطلب اعاده تنفيذ الزاويه في الوقت كنتابعوا واصله الضغط ديال فريق الجيش الملكي مره اخرى على مستوى الجهه اليسرى عند امين زحزوح كيرفع الكره مباشره، تدخل الحارس يحيى الفيلاني. الكره مشات الركنيه مره اخرى. امين زحزوح لاحظوا لعب الكره مباشره مشات للمرمى. ومعاد كرمون قدمت الزاويه. امين زحزوح فرصه تدخل الدفاع، كانت محاوله ممتازه. الزاويه لفائده فريق الجيش الملكي، دفدت الكره مباشره الراسيه، الكره مشات فوق المرمى، كانت